السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم غالياتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير عليكم وانتم تشاهدوا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله يلقاكم في احسن احوالكم نتوما والعائله تاعكم يا رب العالمين. اليوم حبيت ندير معاكم طمينه على اصولها، يعني بالطريقه التقليديه. المولد النبوي الشريف راهو قريب ان شاء الله، ولا تحبوا ديروها في المزيود الجديد؟ يعني نتمنى فقط انكم تتبعوا الفيديو للاخير باش نستفادوا. وأول ما نستهل به كالعادة هو الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذا نروح إلى طريقة التحضير. هنا استعملت أنا سميد مولة متوسط، وهذاك الشيء يعني استعملت هذه الصفاية رقيقة باش نحي هذا الرقيق كامل باش ما تجينيش معجنة، وخليت هذا اللي يجي موايا. راكم لاحظتوا أنه التيشة تاعي راهي مايلة للرقيق، يعني ماشي مايلة للخشين. إذا كان السميد تاعكم أو التيشة تاعكم خشينة حاولوا تنحوا هذاك الجزء الخشين، يعني صيروهم ونحوه. اذا المرحله الدوزيام بعد ما حضرت التيشه تاعي رحت فورتها كما راكم تشوفوا في طرشونه هكذا تكون كبيره. علاش درت هذه المرحله؟ باش نحي منها بنه العجين، وباش من بعد كي نقوم باش نقليها يعني ما نقليهاش بزاف، يعني نخليها في اللون الذهبي هذاك المايل الابيض الرائع، يعني باش تجي اللون تاعها باهي هكذا على الطاوله تاعنا، باش ما نقليهاش بزاف. شوفوا هنايا مازال شويه، يعني راح نزيد لها شويه. يعني المرحله الاولى دائما نديرها، كاين اللي ما يديرش هذيك المرحله الاولى يروح مباشره يقليها، بصح هنا لازم هنا كي تكوني تقلي فيها لازم يكون اللون تاعها شويه غامق باش تضمني باللي الطمينه تاعك تكون طيبه فيما بعد. هذه هي. دوك نروحوا لطريقه التحضير. انا هذه المرحله الاولى اللي درتها من قبل، يعني جهزت السميد تاعي باش هنا تسهل عليك العمليه فيما بعد. اذا كما شفتوني درت كيله تاع الزبده، انا استعملت فلوريال، وزدت هنا كيله تاع العسيله، ودرت 2 مغارف تاع الحليب اللي راح يخلي الطمينه تاعك طريه لمده طويله. وزدت هنا مغرف فقط كما شفتوني تاع المزهر، ما تزيدوش اكثر من مغرف لانه المزهر قاطع شويه. درنا شويه هنايا تاع حلوه الترك، اللي ما عندهاش تقدر يعني تستغنى عليها. نخلط مليح باش نذوب هذيك حلوة الترك، ما تقعد لك هذيك الحبيبات الصغيرة معليش. ومن بعد نروحو نضيفو السميد تاعنا تدريجيا. لاحظتوا هنا درت هذا الكأس الأول، يعني كاع الكيسان اللي استعملتهم ما درتهمش معمرين، ناقصين صبع. هنا درت الكاس الثاني هكذا ونشوف. اذا يبدا تحكم روحها معايا. هنا نصيحه ما تشدوهاش بزاف، يعني ما تحكموهاش بزاف، خلوها شويه طالقه. كيما هنا دوك زدت الربع كاس ما زدتش هكذا. ما تحاولوش انكم تقلوها من المره الاولى لانها من بعد راهي راح تنشف في الطبسي تاعك وتحكم روحها. هذه هي. اذا هذا هو القوام المطلوب. هنا جبت يعني طباصه اللي يعني حابه نقوم بتزيينهم هكذا، عمرتهم. وهادو بعض يعني الامور يعني اللي تحبي تضيفيهم للطمينه من الفوق. اذا ما عندكش كامل تقدري تستعملي فقط القرفه. اذا هنا راح نقترح عليكم 3 تزيينات وانتم احرار، هذا يرجع لكم. كما قلت يعني ما نديروها غير في القرفه راح تخرج هايله مكان مخصها، يعني زمان كنا نديروها فقط بالقرفه يعني وتزيينات خفيفه فقط. اذا هنا راح ندير وردات بهذه الطريقه. درت ورده يعني اصطناعيه في الوسط، وزدنا هذاك اللوز يعني شكلت بهم هذه الورده. وتكملي يعني التزيين اختياري على حساب واش عندك في الدار. اذا هنا درت حلوه الترك يعني ساير داير على الطبسي تاعك هكذا. وهنا استعملت الموس، يعني درته في القرفة وبديت ندير في هاد الخطوط باش ما يجوش خشان، يعني درت هاد الطريقة احسن. خير ما تبداي تدردري هكذا في هذاك في هذيك الطمينة وراح تجيك هذوك الخطوط كبار. وهذا هو الطبسي الاولاني. الطبسي الثاني هذه الطريقه كامل تعرفوها، دائما نحبوا نستعملوها سهله، يعني ما تديلكش يعني امور كبيره في التزيين. هنا درنا مربعات كما راكم تشوفوا صغار هكذا في الصحن هذا. ومن بعد بواسطه السكين نبدا نشكل هكذا في الزوايا هكذا، يعني نضغط غير شويه في كل زاويه هكذا.
ومن بعد درنا حبات كيما هادوك يعني تزينيهم في الوسط كيما حبيتو، وتزيدوا لها حلوة الترك على الجوانب. اذا الطبس الاخير نقترح عليكم تاني هذه الطريقة يعني سهلة. هنا جبت هذاك الغطاء تاع الزبدة وشكلته بهذه الطريقة كيما شفتوا، ونبدا هنا ندير اشكال. راح ندير زائد هكذا في البداية هكذا، ونزيد من هذه الجوانب. اذا هنا برك نصيحه في هذا التشكيل، حاولوا لازم تكون يعني الطمينه تاعكم شويه شاده روحها، كيما انا مازال ما شدتش روحها مليح. على هذا الشكل ما قعدش حاكم روحه مليح بصح، يعني خرج هايل كيما راكم تشوفوا. هادو 3 اقتراحات للطاوله تاعكم، ان شاء الله يكونوا يعجبوكم. اذا عجبوكم يا البنات ما تنساونيش بلايك. اللي زارت قناتي لاول مره نتمنى انها تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها اي جديد، وإن شاء الله نتلاقاو في وصفات أخرى.